اتوقع اسمه رجل اعمال الشيخ فهد بن جعموم. ايوه بالضبط. إيه شخص معروف. الله يجزاه خير. شخص معروف ووعد بكذا. ويكتب اجره. اللهم امين. في شركه بعد وعدت بالباص او سياره فان لصقر ووالدته اللي هو الدهانات. دهانات الرياض. دهانات الرياض. ايه دهانات الرياض في اليمن. في اليمن. إيه. صاحبها الظاهر ابو نايف او شيء زي كذا اسمه. في كثير 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 يعني لو ما يبغى لنا 20 حلقه عشان نعدهم لك. والله نفرح. اللهم لك الحمد. ونستانس للدعم اللي حصله صقر، لان صقر يستاهل. اللهم لك. انا بعد قدمت لك شكر، واقدم لك شكر ثاني وثالث ورابع. محمد انت برضه قدمت له شيء ما هو بسيط صراحه، وقليل اللي يسوي فعلك. اول شيء انك احتوائك للصقر، الشيء الثاني احتوائك الثاني انك دخلته معك في عطر سميته باسم صقر. نعم صحيح والحمد لله. هذا عمل برضو ترى جبار. شكرا يا اللهم لك والله الحمد. شكرا اقولها وانا شوف صادق. انا هذه الله هو اللي يلهمنا، والله هو اللي يدلنا سبحان الله. انا كنت دائما دعوه من الدعوات هذه ما تفارقني بشكل يومي، يعني اقول يا الله انت اختار لي ولا تخيرني. يا الله اختار لي ولا تخيرني. يا الله انت اختار لي ولا تخيرني. اللهم امين. فدائما هالدعوه ذي ما تفارق لساني. الله هو اللي اختار لي، الله هو اللي يدلني. هو اللي شوف العطر ما كان عندي في بالي اصلا ان براندي شغال وماشي. سبحان الله في هذا الوقت لقيت نفسي مكلم المصنع ومكلم ذا، قلت سووا لي عطر الصقر وانا بساهم قبل ما الناس هذه تعلن اي شيء. يا سلام. سبحان الله ابغى اساعد. يا سلام. فاللهم لك الحمد وفقنا الله، وصقر الآن يعني شريك في هالبراند، وما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يعني نسبتها عالية، وصلت الآن لمبلغ إن شاء الله طيب جدا. غير اللي جاه يعني تغيرت حياته من شكل آخر، مستقبله يعني انرسم من الآن. ما شاء الله. اللهم لك الحمد. تعلن عن المبلغ ولا تخليه بينك وبين صقر؟ لا هذه صقر لله. طيب سبحان الله يعني ما بس انه طيب جدا. بيض الله وجهك. الله. سبحان الله يعني لاحظ الفرق يعني بين صقر وهو كان في الشارع ويشحذ والهم والكدر والمأساة، الى رجل الان شريك في براند. الان يا سبحان الله. شوف تغير الحال. الان انا ما ارضى احد يقول صقر حاف. لازم هو اسمه رجل الاعمال صقر. رجل الاعمال. رجل الاعمال صقر. يستاهل. ايه هذا رجل اعمال الان تاجر ما شاء الله تبارك الله. عنده مشروع قائم ما شاء الله. وعنده الان ما شاء الله كثير يعني مؤسسين له امور كثير متاسسه عنده. طبعا انا حريص جدا على تعليمه انه يرجع للمدرسه. تكلمت معه كثير عن هالموضوع ومتابع معه، ان شاء الله انه يكمل تعليمه لانه ما كمل، طلع وترك المدرسه. إيه؟ هل في فكره انه يجي السعوديه هنا هو وعائلته مثلا؟ والله حتى باشراف سمو الامير يعني كل فتره يكلمني نفس الفكره اللي انت قاعد تقولها هذه. يقول يعني نبغى نشوف طريقه نظاميه تجيبه هنا، انهم يكونون عندنا هنا، يكونون هنا مقيمين نظاميا. فقاعدين نشوف يعني أنا قاعد اشوف انا من السفاره من الجوازات من هنا، فقاعد احاول اني اشوف طريقه نظاميه لانه هو صغير في السن، ما هو يعني ما هو مؤهل انه ياخذ تاشيره اقامه نظاميه. والدته ان شاء الله يجي، هذا شريكك لازم يجي وان شاء الله يجي، والدوله ان شاء الله باذن والدوله ان شاء الله انظمتها ان شاء الله تساعد باذن الواحد الاحد من خلال هالمنبر باذن الله. يعني باذن الله ان شاء الله باذن الله ان نلقى شيء طريقه نظاميه نجيبهم فيها. لا ان شاء الله موجوده باذن الله يا ابو محمد. اي والله والله ان نفرح ودنا بذا الشيء. ورجل الاعمال صقر يستاهل، التاجر صقر يستاهل كل خير والله. طيب في ناس استغلوا الموضوع استغلال ثاني، اللي هو المجموعه لما شافوا انه فيه دعوه للمشاركه في الاشتراك في قناتك في التيك توك. حساب التيك توك. في حسابك في التيك توك كثرة الاسماء اللي تحمل اسم سعد الغرمول وصورتك ومقاطع موجوده فيها، تتوقع ان هذا هو حساب وتجلس تشترك. فهل في ناس برضه اشتغلوا على هالموضوع؟ شوف يا ابو محمد الله يوفقهم ويبارك لهم، ولا عمري جيت عند احد وقلت له ترى يا جماعه ذا حساب وهمي، ما قلته. اللهم ارزقني وارزق مني. والله من خاطرك الطيب اقول لك اللهم ومن طيب اصلك من اخلاقك العاليه. اللهم ارزقني وارزق مني. خلهم يسترزقون ابد، خلهم يسترزقون. انا يعني بخير ونعمه والحمد لله، والدعم اللي قاعد يجيني ذا خلهم ياخذون منه شوي. والله العظيم اني فرحان لهم، ولا حتى يجوني في الخاص
يا اخي اطلع وتكلم، قل ترى هذا حسابي الاساسي، قل هذا ترى حسابي الرسمي عشان ما حد يستغل. انا ما شفتك، ما لقيت لك شيء. قلت لا خلها.